أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بما نقول. القصة هذه وأنا أخوك، وهذا الرجل تزوج بنت عمه في البادية مثل ما قلت لكم، قصة حقيقية ما هي بحقيقية، المهم أن احنا نستفيد منها. تزوج بنت عمه، يوم تزوجها وأصبح الصبح اليوم الأول اليوم الثاني لا ما معه شيء، المهر اللي عنده دفع، الفلوس اللي عنده دفعها مهر كامل، ما بقى معه شيء. قال يا فلانة، يقصد بنت عمه، قالت نعم يا ولد عمي، قال أنا بروح أضم أشتغل راعي عند غيري. قالت الله يقويك. قال والله لا حلال ولا ملك. قالت حفظك الله. هي عند ربعها عند جماعتها وبيت شعر عندها، وبيت الشعر وأهلها معها، رح خذ عصاته وخذ ذهابه وامشي في هالبران يدور لها راعي حلال ولا راعي إبل ولا راعي يشتغل عنده. يقول مشيت اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، والقى لي راعي البل اللي ما شاء الله تبارك الله ماليتن الوادي ملي 100 متن. وعلى فكرة المتن يا أخوان يطلق على الناقة، على البعير، يعني اللي عنده إبل ما يقال 100 حبة ولا 100 واحد ولا 100 هذا، 100 متن. فيقول جيت الوادي هذا وجيت راعي، سلمت عليه، يا ليحة الغانمة أنا ودي أضم عندك راعي. قال الله يحييك، لي 3 شروط، وإذا حققت ال3 شروط بعطيك كل سنة بعير. قال ابشر. وش الشروط؟ قال الشرط الأول ما تشوف وجهك في مراية، الشرط الأول ما تشوف نفسك في مراية. قال خير إن شاء الله، ما بسيط. والشرط الثاني قال ما تنام تحت النجوم، إذا جيت تنام تحت الخيمة بيت الشعر. قال بسيط. قال الشرط الثالث ما ترقى فوق رجم، الرجم الجبل اللي فوقه حصى مركوز يحطونها إشارات البادية أول ودلائل على الخطوط وعلى الطرق. قال ما طلبت شيء، أبى أشتغل عندك بس هالشروط. قال ما عندي الله. قال طيب وش تعطيني؟ قال أعطيك في السنة بعير. قال توكل على الله. بدأ يشتغل عند هذا راعي، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، و15 سنة يا أخوان وهو راعي عنده. يوم جاء ذاك اليوم لا عليهم مطر وخير من ربي سبحانه وتعالى، يقول قمت أبغى أصلي الفجر من باح السفر والنهار طالع، أنا جيت ويقول هاك الحصاه اللي كنها ماعون، كنها قدر حصاه ولا مليانه ماء صافي زلال مطر من أثر البارح. يقول جيت بتوضأ، يقول يوم طليت واشوف وجهي ولا حواجبي بيضة وبدأ عندي التجاعيد ولا والله حالتي حالة. يقول قلت يا ولد انت شو مسوي في نفسك؟ كل هذا تجمع ابل ولا وش قاعد تسوي وهلك؟ يقول وانا يضيق صدري، يقول صليت ذاك الصلاة ودعيت ربي لكن ما قدرت مرة، يوم شفت شكلي ما قدرت. يقول يوم جاء في الليل بينام ما قدرت، انكتمت. يقول اسحب فراشي واطلع في السفر في الليل، يقول اشوف القمر واشوف النجم واتذكر هالقمر اللي على هلي والنجم هذا يطلع من الجهة الثانية عند هلي. يقول صرت سبحان الله يعني اناظر هالنجوم وهالقمر واتذكر وتهيضت ما عاد اقدر اصبر. قلت انا اي طريق جيت معه. يقول له هاك الضلع، يقول ارقى فوقه وجي عند هاك الرجم، هذا الرجم اللي انا مار من عنده جاي لاهلي، وهذا الطريق وهذا الشعيب اللي لهلي. يقول خلاص قفلت. جاء معزبي، سلام عليكم السلام. قلت يا عمي. قال نعم. قلت الديار تطلب اهلها. قال نعم. قلت الديار تطلب اهلها. قال اجل انت اخليت بشرط من الشروط. قلت والله مو بكيفي. قال شلون؟ قلت والله هذا اللي صار وهذا اللي صار وهذا اللي صار. قال لا لا لا، ما دامك انت غصب عليك ومنها الموضوع هذا، لكن اعزل لك 15 بعير وتوكل على الله والله يحفظك وجزاك الله خير. يقول وانا ادخل في البل وعزل لي هاك ال 15 بعير واخذه معي. يقول اسوقها قدامي رايح لهلي بعد 15 سنه. يقول في الطريق لقيت لي شايب، وهالشايب عليه بشت وعنده عصاه. القصة ذكرت لي بمثل هذا. قال لي الشايب وينك رايح؟ قلت شمال. قلت انت وانت وينك رايح؟ لا معك لا. قال والله انا تاجر حكم. قال تاجر حكم؟ قال ايه. قال وش الحكم هذه؟ قال انا اعطيك حكمة تنقذك وتساعدك في حياتك. قال طيب سمعني هالحكمة. قال ما اعطيك اياها الا بعبير. يقول وانا اعطيه هاك البعير. قال هو يقول لي الحكمة الاولى، انتبهوا للحكم يا اخوان لاني يمكن اختبركم فيها. قال وش الحكمة الأولى؟ قال الحكمة الأولى انتبه من ابو عيون برق وسنون فرق، انحش عنه. اللي عيونه مثل الشرار وسنونه متفرقة، هذا إذا شفته يمين راح يسار وإذا شفته يسار راح يمين. قلت خير إن شاء الله. أبي لي حكمة ثانية. قال عطني بعير. يقول أعطيها البعير. قال إذا ظهر سهيل يا ولدي لا تامن السيل، انتبه المواطن مرور السيل لا تجي فيها ولا منزالها. إذا ظهر سهيل لا تامن السيل. السيل يا أخوان نجم عندنا يظهر في الجنوب، ومع ظهوره تبدأ مواسم البراد والأمطار علينا.
إذا ظهر سيل لا تامن السيل. قلت خير إن شاء الله. قال والحكمة الثالثة، والحكمة الثالثة يا إخوان والله إني دارسها في دورة إعداد قادة التدريب، يقول لك إذا جاتك مشكلة في الليل مرحها للصباح. إذا جاتك مشكلة في الليل مرحها للصباح، قرارك لا تأخذه في الليل دائما أو نهاية الدوام، قرارك لازم يكون في الصباح على الساعة 9 10 مخك راكد وراكز. أي رسالة جوال مؤثرة عندك بترسلها لأحد وفيها مصير أو تحديد مشكلة أو شيء زي كذا، لا كتبتها اصبر عليها، ارسلها لنفسك مرة ثانية وقرها اليوم الثاني الصباح، وقرها بتمعن وبتأمل وعد إرسالها إذا أنت متأكد منها. إذا ما أنت متأكد وقف. فإذا جاتك مشكلة في الليل مرحها الصباح، قرارك لا تأخذه في الليل، قرارك لا تأخذه الظهر، قرارك لا تأخذه العصر. المخ يكون سبحان الله مشوش شوي. خل قراراتك دائما الصباح. قمت وصليت الفجر وافطرت وعينت خير وجيت لدوامك ولا جيت لبيتك ولا أنت في بيتك مثلا، فكر في الكلام هذا على ضوءه بإذن الله تتخذ القرار الصحيح. هذه نصيحتي للأخوان اللي في مجال الإدارة أو حتى في بيتهم. دائما مرح مشكلتك، خلها للصباح، خلها ترقد. إذا جاء الصباح اتخذ القرار، مو على طول من يوم فن راسك على طول بتتخذه. يقول أخذت الحكم وأعطيت الثلاثة بعارين، يقول ومشيت في دربي معي 12 متن من البل، يقول ومشيت، يقول وأنا في الطريق ويجيني هاك الرجال على بعيره، سلام عليكم السلام، يقول حنا هوا قوي الصلف أنا متلطم وهو متلطم، وين رايح يا فلان؟ قلت رايح شمال. قلت له وانت؟ قال شمال. قال تخاوى، هو على بعيره وانا معي 12 متر اسوقها قدامي. يقول يوم جاء في الليل بنعشي وشاب، قلت له تعال تعش معي، يقول واشب ضوي واعجن هاك القرص بالسمن، يقول واحطه على الجمر، ويوم انه بدا يستوي قلبه والنار شابه، يقول هو يفتح لطمته، يوم فك لطمته لهذا خوي ابو عيون برق وسنون فرق. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقولها في نفسي طبعا. قلت خير ان شاء الله. يقول وانا اقص القرص نصين واعطيه قسمه ناكل وحنا طالع معنا دله حليب نشربها. يقول وانا اروح عند ابلي وافرش لي فراش في وسطها وانا، وهو يروح عند بعيره وينام. يقول يوم جاء نص الليل ويقول يجيني في مكاني في فراشي انا حاسل له، يقول هو جايني ومعه سبحان الله مثل الخنجر يبي يذبحني، شاف هالبعارين وشافني لحالي، قال ابى اسرقه، ولا والله اني حذر منه. يقول انا متوزي لي ورا ذلول وحاطن حصى مكان فراشي وحاطن البشت عليها. يقول هو يحط هالسكين هذه او الخنجر اللي معه في الحصى، يقول وانا اتزهب له من وراه. يوم ناظر له حصى يشوفني قال لي والله ابليس غواني، ابليس ما ادري ايش هذا. قلت ابليس غواك، خويكم تعشينا وياك وبيننا طرقه وبيننا خوه بتذبحني، والله اني لا افك الناس من شرك. يقول ها، يقول وانا اذبحه، يقول واخذ بعيره واضمها البعارين، يقول واروح. في الطريق ايضا وجدت لي عرب محيلين من تقليم من مكان لمكان، ويجون لهم هكا الشعيب بيمرحون فيه تحت رمل ابيض ولهم نازلين في وسط الشعيب. قالوا هم يوم نزلوا ويخيمون وجي لاميرهم. قلت يا الربع؟ قال نعم. قالوا العرب قالت اذا ظهر السيل لا تامن السيل، وانتم الحين ناس جايين لكم فترة تمشون في الطريق وسيل له 3 أو 4 أسابيع ظاهر، والله اني خايف عليكم يجيكم مطر جذيب من بعيد يسحبكم يسحب حلالكم. قالوا حنا مثل ما قلت لنا 3 أسابيع نمشي ما لقينا السحابة، وانت الحين بتمنعنا ان احنا نجلس في المكان. قلت والله عاد انا علمتكم العلم وانتم تبون تاخذون خذوه، لكني انا ماني بخويكم تحت. يقول انا ارقى فوق ضلع ولا تبه، يقول انا اعقل البل، يقول اتعشى وامرح بينها. يقول اثر المطر جاي على ضلعان بيننا وبينها مسافه، يقول هي جايه صالة عمرها، يقول وتشيلهم وتشيل حلالهم ولا يبقى منهم شيء. يقول انا حمد ربي واشكره، يقول وانا اتل البل وامشي لين وصلت ربعي. يقول يوم وصلت ربعي هذا مظاهرهم بيوت الشعر ولا هذا بيت الشعر اللي انا لي وزوجتي، يقول عرف كل شيء. يقول وانا عقل البل فرحان هن في الليل، يقول وصلتهم في الليل نص الليل، يقول او حوله، يقول ومشتاق لها. يقول وانا اجيك عقل البل واركض لين دخلت بيت الشعر. يقول يوم دخلت بيت الشعر ولهاك الرجال اللي نايم عند زوجتي، يقول وانا اخذ الخنجر بذبحه. وتذكر الحكمه الثالثه اللي تقول اذا جاتك مشكله في الليل مرحها في الصباح. يقول يوم تذكرتها، يقول وانا ارجع عن فعلي هذا، يقول واروح ارقد عند ابلي. يقول يوم جاء الفجر واقوم اصلي واجي للرجاجيل واسلم عليهم
ويعرفوني ويا هلا ومرحبا والله يحييك، فرحوا فيني وفرحت فيهم. يقول يوم اخذت لي بشروا اهلي اني جيت. يقول وانا اجي وضاوي على بيت اهلي بيتي يعني. يقول يوم دخلت للمراه فرحانة فيني وزيت القهوه ومجدت الفراش، قالت شلونك عساك طيب؟ قال بخير. يقول احنا قاعدين، يقول انا ساكت وزعلان وكاظم من غيظي وابي اعرف وش اخرة الموضوع. يقول في هالفترة الا شو اسمه جانا رجال ضيف. قلت للمراه ترى عندنا ضيف. قالت وين الضيف؟ قال هذا هو. قالت هذا مو بضيف، هذا راعي البيت. قال اي بيت؟ انت تزوجتي عقبي؟ قال لا والله لا تزوجت، هذا ولدك انت الليله اللي نمت معي فيها هذا ولدك جاء من ظهرك. يقول هو اللي نايم من عندك البارح؟ قالت ما شفت غيره. يقول هو انا خم ولدي عمره 15 او 16 سنه، رجال ما شاء الله تبارك الله، واجلس فرحان ولد وخير وزوجته صالحه والحمد والشكر لله والله يفيض علي من هالنعم. القصه مثل ما قلت لكم رويت بعده روايات، لكن انا ارويها بطريقتي واسال الله العلي العظيم ينفع فيها ويجزاكم عني كل خير. النقطة الأساسية في الموضوع يا أخوان، دائما الإنسان يكون حكيم في اتخاذ قراراته، لا يحرص أنه يستعجل في قراره. جاءته مشكلة يصبر يفكر فيها يوم يومين ثلاثة ويتخذ القرار السليم. فأسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصص ويجعلها إن شاء الله عبرة لنا، وأن الله يحيينا حياة طيبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.